حبايب قلبي عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى هنستخدم فيه الفرش جديده من جيسب. انا لسه جايباها جديد، اللي هو الست الكبير اللي هو اكيد شفتوا صورته في الفيديو من بره. وكمان هستخدم معاكم باودر وكونسيلر وكونتور كريمي جداد. وكمان هنعمل بقى اللوك اللي انتم شايفينه ده. فلو حابين بقى تعرفوا كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي، يا ريت تكملوا معايا الفيديو للاخر. بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا نبدا الفيديو. هبدا باول حاجه وهي البرايمر ده من فيونيتشي من مايت سينما، وهستخدمه كمرطب كده للبشره. خليني دلوقتي اكلمكم عن طقم الفرش. وانا خلاص رسمت حواجبي بالفرشه بتاعه الطقم بتاع جيسب. الفرشه خطيره خطيره، بصوا رفيعه ازاي، حلوه جدا جدا. انا جبت الطقم كامل اللي هو 25 فرشه من جيسب. جبت الطقم اللي هو لونه فوشيا. خليني اطلعه لكم بس كده عشان شخللت الاكياس وكده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، اهو الطقم بتاع الفرش. انا جبت اللون اللي هو الفوشيا، كان موجود منه اسود وبيج وايه تاني. ولما الطقم وصلني من كام يوم لقيت منزلين الطقم كله اللي هو الجولد، شكله كان حلو جدا. بس انا في وقتها ما كنتش عايزه ولا اسود ولا بيج، فجبت اللي هو الطقم الفوشيا. فزي ما قلت لكم كان 25 لون، والمفروض ان ده كان اكبر طقم في جيسب. خليني بقى اكلمكم عن فرشه الحواجب دي. بما ان خلاص رسمت حواجبي، استخدمت جل الحواجب بتاع كيكو. مش عارفه، هبقى اوريه لكم يعني عشان خلاص حطيت الفرش. بصوا الفرشه رفيعه جدا جدا، بترسم الحواجب شعره شعره زي ما انتم شايفين كده، تحفه. بس انت لو جربتي الفرشه، ثانيه واحده اهي، انت لو جربتي فرشه الحواجب بتاعت بيل، بصوا الفرشه رفيعه جدا ازاي، والشعر بتاعها قصير، فبالتالي لما بنيجي نرسم بيه ما بيفضلش يروح ويجي يمين وشمال. اوكي، بالنسبه بقى لفرشه جيسب، الشعر برضو رفيع جدا، بس الفكره ان هو اطول شويه من الشعر بتاع بيلي. يعني دي بيلي ودي جيسب، فبتلاقوها شويه بتروح وتيجي. بس انت لو ما عندكيش بيلي او جربتيها قبل كده، هتبقى دي ممتازه ليكي جدا جدا، وهترسم لك شعر حلو قوي. انا اول لما جت حطيت فيها شويه جل وضغطت عليها كده عشان تبقى رفيعه. هي اصلا كانت رفيعه بس رفعت خالص، بقت بالشكل ده. تمام، عشان بس ما اطولش عليكم. بس الفرشه الموجوده في الطقم بتاع جيسب بصراحه فاجئتني. بس انا لما جيت اطلب انا جايبه الفرش دي من على علي اكسبريس. لما جيت اطلب لقيت الفرش كمان اصلا السيت بتاعت بيلي، سواء فرش العيون او فرش الوش او فرش الحواجب لوحدها. فرحت طالبه فرشه تانية احتياطي. ما كنتش عارفه بصراحه ان طقم جيسب فيه فرشه حلوه، فجبت فرشه بيلي نفس اللي عندي بالظبط اهو. بس دي اللي انا بستخدمها ودي الجديده، مفيش اي فرق ما بينهم. فانا قلت اخليها احتياطي، لان بصراحه ما كنتش متخيله خالص ان فرشه جيسب اللي هتبقى جايه في الطقم حلوه كده. بس مش مشكله، مش هتخسر يعني. بس خلينا بقى نبدا في الوش. بصوا، هو الطقم بيجي 10 فرش كده للوش، وكلهم بصراحه محطوط عليهم الشبك دي وجايين بشكل نظيف جدا. و15 فرشه للعيون، وده شكل فرش العيون. هنجربها بقى مع بعض واحنا بنشتغل. هنيجي دلوقتي للفاونديشن. هعمل ميكس للاتنين فاونديشن دول، واحد من لوريال انفيلابل والتاني من ال اي جيرل. درجه لوريال فاتحه عليا سيكا، وال اي جيرل اغمق، وكمان لوريال تقيل شويه فهخففه بالال اي جيرل. طيب بصوا، هو موجود فرشتين فاونديشن، واحده كابوكي كده حته واحده، والتانيه كابوكي اللي هي نازله كده السلم. الفرشه بتاعه الفاونديشن دي رقمها 103، والفرشه اللي هي التختوخه رقمها 104. انا هستخدم اللي هي الصغيره شويه دي كده، وهبتدي اوزع بيها الفاونديشن. بصوا زي ما انتم شايفين، الفرشه اللي هي الكابوكي اللي نازله كده ادتني تغطيه خفيفه تقريبا، وحدت لي لون البشره، ما علتش تغطيه الفاونديشن. مع ان الاثنين فاونديشن دول ده فول كفر. فاونديشن ده برضو تغطيته اعلى من المتوسطه، لكن رغم كده هي ادتني تغطيه شويه خفيفه، بس عادي ما عنديش مشكله. هنيجي بعد كده للكونتور. هستخدم الباليت دي من شيك جلام، الدرجه بتاعتها اسمها موكا، وده كده شكل الدرجات بتاعتها. بصوا، في فرشتين برضو اقدر استخدمهم للكونتور الكريمي برضو. دي كابوكي كده، ودي برضو نفس الشكل. دي رقمها 110 ودي رقمها 122. اوكي، فانا هستخدم معاكم دي.
وهاخد الدرجة دي كده وهبتدي بقى اعمل بيها كونتور. بصوا البيجمنت بتاعتها، وبالفرشة الصغيرة دي هاخد، دي رقمها 233، هاخد بيها الكونتور لمناخيري. هرجع للفرشة الصغيرة دي همسحها كده، وهاخد بقى الدرجة الاورنج اللي في الباليت اللي هي دي، وهستخدمها برضو كبلاشر كريمي. بصوا البيجمنت. هرجع بفرشة الفاونديشن بقى وهي دي اللي هدمج بيها. هاخد سبونج مبلولة ومعصورة وهمشي على الوش كله. هستخدم دلوقتي الكونسيلر ده من توب فيس، ده اول مرة هجربه معاكم، درجتي فيه 8. انا عارفة لما جبته اتغبيت وجبت درجة تقريبا لون بشرتي، بصوا، او يمكن اغمق كمان. الدرجة غامقة بس عادي مش مشكلة. انا اصلا درجتي في الفاونديشن بتاع التوب فيس رقم 7، فانا جبت الكونسيلر 8. بفرشة كده كابوكي صغيرة، دي رقمها 142، وهبتدي اوزع بيها الكونسيلر. الكونسيلر تغطيته اصلا مش موجودة، خفيفة قوي. دلوقتي لتثبيت الوش كله هستخدم برضو الكومباكت باودر دي من توب فيس، ودي برضو اول مرة هجربها معاكم. درجتها 06. انا عندي اللوز باودر بتاع توب فيس وحلوه جدا، بس انا عايزه اثبت بيها الوش كله اللي هي الكومباكت دي الدرجه بتاعتها. وبتبقى هنا كده في مرايه ومعاها سبونج، بس سبونج اللي هي السفنجه العاديه وحشه خالص. انا عايزه استخدمها للوش كله عشان اشوف هتبقى مناسبه لتثبيت الوش كله ولا بس لتنظيف الميك اب. هاخد بعد كده الباف بتاعتي واتاكد ان مفيش اي خطوط في الوش. الكومباكت باودر ناعمه، هشيل بس الزياده. بصوا واضح جدا انها ليها تغطيه زي ما انتوا الجزء ده كده وده، فتمام. هاخد بعد كده فرشة الباودر دي من جاسب رقمها 106، تمام. وهبتدي بقى انا ثبت تحت العين وحوالين البق هنا وعند القورة. باقي الوش بقى هستخدم فرشة الفرشة بتاعت الوش حلوة كده وكبيرة، تاخد معاكي حتة كبيرة كده وانتي بتعملي الوش. مبدئيا شكل البودر على الوش كله حلو جدا جدا، يعني تنفع جدا ان انت تثبتي بيها الوش كله بدل اللوز باودر. هنيجي بعد كده للكونتور بقى والبلاشر البودر. الكونتور البودر هستخدم البودر الغامقه دي من كيكو، دي رقمها 12، وهبتدي بقى اعمل بيها كونتور. بصوا في فرشه صغننه كده زي اللي كانت موجوده في الطقم بتاع مانج اللي انا بحبها، دي رقمها 109، صغننه كده، فبتحدد معايا الكونتور حلو قوي. وهاخد كده الفرشه دي من نفس الطقم بس هي منعكشه سيكه، فهستخدمها الكونتور المناخير رقمها 227. وهستخدم الفرشه دي للبلاشر رقمها 127، نازله كده بسلالم يعني.
وهستخدم البلاشر ده من ايسنس رقمه 30. عملت العين دي لان كنت بجمع افكاري في العين، وبعد كده جيت لكم بجمع افكاري في العين. المهم اخدت الباليت دي من كاركتر، واخدت فرشة كده مبططة دي رقمها 243، ومن الباليت بتاعت كاركتر اخدت الدرجة الغامقة دي، وابتديت احطها في قوس كده ما بين العين. يعني بصوا زي دي ما نزلتش بيها لاخر العين، يا دوب وقفت هنا كده، يعني خدتها على شكل هلال كده او معرفش اسمه ايه. المهم يعني بصوا بعمل الحركة دي وانا فاتحة عيني عشان هنضف بعد كده بالكونسيلر. ولا بنزل لقدام هنا قوي ولا بنزل لورا هنا، يعني تقريبا كده. هتقل بس اللون سيكة شوية. هاخد بعد كده فرشة دمج تكون متوسطة دي رقمها 228، وهعمل ميكس بين الدرجتين دي ودي. يعني هاخد دي كده ودي، استنى عشان مش شايفة. هاخد بعد كده فرشة كونسيلر وهعمل او هنضف الكات كريس اللي عندي هنا، وهاخد تنتوفة من الكونسيلر. انا مش عايزة كتير ابدا، هي دوب بس حاجة بسيطة انضف بيها عشان موضوع الجفن العين يعني ما يبقاش مكلكع معايا او كيكي معايا. هاخد كده الكونسيلر على الرمش عندي، وهبص لفوق. هبتدي بقى احدد على الخط الصغنن قوي اللي بان عندي ده. هاخد بعد كده قطنه كده بتاعت ودان، وهبتدي اشيل بيها الزياده بتاعت الكونسيلر اللي موجوده. انا بس عايزه انضف المكان، مش عايزه طبقه من الكونسيلر. هاخد فرشه مبططه كده رقمها 227، وهاخد الدرجه اللي هي الفاتحه دي، وهبتدي احطها بقى على الجزء اللي هو الفاضي عندي ده. فرشة بقى صغيرة خالص كده، يعني صغيرة جدا برضو من نفس الطقم رقمها 237، وهاخد نفس اللون اللي انا حطاه عشان بس احدد الخط عندي ده من فوق هنا كده. وبنفس الفرشة هرجع بقى اخد اغمق لون انا حطيته اللي هي الدرجة دي، وبرضو هحدد بيه اللون من فوق كده. ولفرشة الدمج الصغننة هدمج بس الاطراف على خفيف قوي. هاخد بعد كده جيل لاينر وحش جدا. هو الجيل لاينر ده من لا مش انتوا تاخدوا جيل لاينر وحش، هو الجيل لاينر بتاع ال جيرل ده وحش قوي، سواده ضعيف، غير كده مش ثابت، يعني مفيهوش اي حاجه حلوه بصراحه اللي هو بتاع ال جيرل. بصوا الاول انا خدت فرشه من نفس الطقم رقمها 323، بس بصراحه ما عجبتنيش ان انا ارسم بيها الايلاينر، كبيره شويه، فرجعت خدت الفرشه بتاعه بيلي اللي هي بتاعتي العاديه دي، وهبتدي بقى ارسم ايلاينر عريض زي الايلاينر ده كده. بس الجيل لاينر ده وحش قوي يا جماعه، محدش يجيبه. ومن نفس الجل برضو هحط جوه العين. ارجع لباليت كاركتر، وهاخد الدرجه اللي هي السودا مزرقه شويه، هي سودا وفيها زي جليتر كده ازرق على خفيف، بس لما بتتحط على العين ما بتديش اللمعه اللي موجوده دي، لا جليتر موف، ازرق ايه بس. وهعيد على الايلاينر
اللي انا عملته لان هو ما ادانيش نفس السواد اللي انا عايزاه، فهعيد عليه باللون البودر ده كده. واللمعه اللي فوق العين دي يا رب تبقى باينه. اخدت البتاع الصغير ده، انا كنت جايباه من تونتون، انا معرفش اسمه ايه بصراحه. بس هو دي الدرجه بتاعته اهي، وهبتدي اوزعها كده في نص العين برضو، مش هاجي من ورا ولا من قدام. وهشغل المروحه عليه عشان ينشف وما يقططش معايا. هرجع بقى بالفرشه الصغيره خالص دي اللي رقمها 237، وهاخد اغمق درجه استخدمناها اللي هي الدرجه دي كده، وهحطها تحت العين. وبفرشه الدمج الصغيره وهاخد الدرجه دي وبرده هدمجها تحت العين. هرجع للكومباكت باودر من توب فيس وبالباف سبونج، وابتدي بقى انضف حوالين الوش كله عشان نوضح الكونتور بقى معانا شويه ونوضح رسمه العين. وهشيل اي زياده من الكومباكت باودر. هاخد الفيكس سبراي ده من بريتي وومن، بعد كده هستخدم الروج ده من جولدن روز، ده درجته 19. هنيجي دلوقتي للهايلايتر. هستخدم الهايلايتر ده من كاركتر، ده رقم 1. الهايلايتر ده تحفه. انا قبل كده قلت لكم ان هو فيه جليتر، بس كانت بس الطبقه اللي على الوش، لكن هو ما فيهوش ولا نقطه جليتر. الهايلايتر حلو جدا جدا جدا. وهستخدم معايا فرشه الهايلايتر دي رقمها 105. انا اول مره استخدم هايلايتر بفرشه عامله كده. انا في العادي بستخدم اللي هي الفرشه بتاعتي اللي هي دي. بس يلا معرفش بقى كده كفايه ولا ايه. حلو. بصوا هي مش محدده مكان الهايلايتر، فردته كده بشكل ناعم قوي، فلا الفرشه لذيذه. هرجع للفرشه بتاعه كاركتر، للفرشه ايه، للباليت بتاعه كاركتر. عايزه لون كده احطه تحت الحاجب ما يكونش جولد. ممكن اخد الدرجه دي كده وربنا يستر. خليني احطها في مدمع العين الاول. ماشي، وبكده نكون خلصنا. اتمنى اللوك يكون عجبكم. طبعا بالنسبه للفرش بتاعه جيسب، الفرش حلوه جدا زي ما قلت لكم، 10 فرش للوش و15 للعيون. فرش الوش هتكفي وتوفي معاكي، مش هتحتاجي اي فرشه تاني عليها من بره. لكن فرش العيون هتحتاجي، يعني لو انت بتشتغلي وكده هتحتاجي معاها فرش دمج زياده، لان هما تقريبا 3 أو 4 فرش بس اللي موجودين دمج. بصوا هي دي فرش الدمج اللي موجوده. في بقى الفرش المبططه وكده اللي هي استخدمناها دي، بس اللي انت يعني كشغل ميك اب ارتست بتستهلكيها اكتر بتبقى هي فرش الدمج دي. فهم دول ال4 فرش الموجودين، فهتبقي محتاجه معاهم تشتري فرش دمج سنجل لوحدها، او تشتري ست عيون من اي براند انت تحبيها. لكن لو استخدام شخصي الفرش دي هتبقى ممتازه جدا معاكي، مش هتحتاجي اي فرشه من بره. حتى زي ما قلت لكم فرش الحواجب، فرشة الحواجب اللي موجودة ممتازة ممتازة. فالطقم ده عجبني جدا. بالنسبة للباودر اللي احنا استخدمناها بتاع التوب فيس وال الكونسيلر، بالنسبة للباودر والكونسيلر والباليت دي برضو انا اول مرة اجربها معاكم، بتاعت شي جلام اهي. دي خطيرة لو انت ميك اب ارتست، هتبقى تحفة معاكي. البيجمنت بتاعتها حلو زي ما انتوا شفتوا كده، تحفة. بالنسبة للباودر دي انا حبيتها اكتر للتثبيت الوش كله مش للتنظيف.
مش عارفه ازاي مع انها كومباكت باودر، بس فعلا حبيتها للوش كله. لكن لما تقلتها شويه وخدت منها انضف حسيتها انها ناشفه شويه على الوش. اوكي، فبالنسبه لي دي هتبقى ممتازه لتثبيت الوش كله مش للتنظيف. بالنسبه للكونسيلر بتاع توب فيس، الكونسيلر تخطيطه خفيفه قوي. انت لو عايزه حاجه في اللذيذ كده يوميه، ما عندكيش هالات، عايزه حاجه خفيفه على الوش، هيبقى ممتاز معاكي. لكن لو عندك هالات عايزه حاجه تخطيطها اعلى مش هيبقى حلو. انا شفته تخطيطه خفيفه قوي. بس كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في فيديو جديد. باي.